في حاجات بيبقى نفسنا نحققها ولما بنحققها بعد فترة بننسى قيمتها أو قيمتها بتقل معانا تدريجيا وبنحس ان هي بقت حاجة عادية. وبالنسبة لي هو ده على اليوتيوب، كان نفسي اعمل محتوى كويس على اليوتيوب والناس بتشوفه. وفي شهر نوفمبر 2024 استلمت الدرع 100,000، اتبسطت فيه يوم 2 شهر. بعد كده انا دلوقتي بقالي شهر مش بصور، ودي اكتر حاجة انا بحب اعملها. ولما حبيت اراجع كده ايه اللي حصل، اكتشفت ان انا حسيت ان الدرع بقى عادي، مش عادي قوي، هو بس بقى حاجة او جزء من المكتبة بتاعتي مش اكتر. وبقت نظرتي اكتر للدرع اللي وراه، ونسيت احتفل بان ده حاجة كويسة قوي انا عملتها، فقررت احتفل بيه واقدره شويه. وعملت له برواز. هقول لكم ازاي عملته. اول حاجه رحت النجار وطلبت منه مقاس برواز اكبر شويه من مقاس الدرع علشان الدرع يكون في النص بالظبط. وبعد ما خدته لقيت فيه فتحات كده، فبالمعجون بدات ان انا املاها علشان تكون متساويه مع الخشب. خطوه المعجون دي بحبها جدا في اي حاجه علشان بحس ان هي بتظبط الشكل. في النص كده عايزه اقول لكم انا ليه بعمل الفيديو ده وليه ده اللي انا برجع بيه بعد ما وقفت تصوير لمده شهر. علشان بفكر نفسي ان انا عملت حاجة او ان انا حققت حاجة من الحاجة اللي انا بحبها او اللي كان نفسي فيها. وده اللي كلنا تقريبا محتاجين نعمله كل فترة، ان احنا ما ننساش الانجازات اللي احنا عملناها حتى ولو صغير. بعد كده جبت سبراي وطبعا هرشه او هلون البرواز في مكان مفتوح عشان السبراي ده بيكون غلط جدا. النجار قال لي ان انا احط طبقة معجون قبل السبراي عشان اللون يكون اوضح، وانا عارفة ان هو عنده حق، بس بصراحة كسلت اعمل كده وقلت هرش طبقتين سبراي وتمام. الدرع بقى اللي مليان تراب نجيبه علشان ننضفه. طبعا اي مرة بمسكه فيها بيعمل بصمات كده، كل ده نضفته كويس قوي. وعشان اثبته في نص البرواز جربت طريقة كده بس كانت باينة. بعد كده استخدمت الدبل فيس عادي بس اللي هو بيكون جل شوية، وحطيته في كل حتة. وبعد كده شيلته. بصراحة كنت شاكة ان هو يثبت علشان هو تقيل شوية على الدبل فيس يعني، بس النتيجة كانت كويس. حاولت اسيب مسافة كده في كل الاتجاهات علشان يكون في النص بالظبط زي ما شفتوا في الاول. كنت قلت للنجار يسيب مكان كده او فتحة ادخل منها ازاز، فقصيت ازاز بنفس المقاس ودخلته، وكده الشكل الاخير. حاسة ان ده مكانه من الاول وانا كنت مبهدلاه معايا، بس المهم ان هو وصل في الاخر. بصراحة خلاني متحمسة ارجع اصور تاني وارجع انقل افكاري واجرب معاكم حاجات جديدة واشتغل على نفسي اكتر.